السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فهذا الفيديو إن شاء الله غنتقاسم معكم واحد الوصفة ديال جوج كيكات بعجينة وحدة. عندي واحد الكوموند ديال الكيكة بالكريمة، فكنتمنى إن شاء الله تتبعوا معايا الفيديو حتى الآخر باش تشوفوا كيفاش نحضر هاد الكريمة بمقادير بساط وتزيين بسيط إن شاء الله. فبالنسبه لهاد الكيكه اخواتي فغادي ندير هنايا 6 ديال البيضات، فغندير حجم كبير باش ندير به جوج ديال الكيكات بمذاقة مختلفين. وغادي ندير واحد كاس ديال السكر، كاس ونص عنبه ديال السكر، فانا كنعبر بهذا الكاس، يعني الكاس اللي عندكم عبروا به. اما بالنسبه للكاس ديال عنبه فكاس ونص ديال السكر. وهنا عندي جوج ساشيات ديال الفاني، وعندي واحد كاس ديال الحليب، درت فيه واحد معلقه كبيره ديال الخل وخليته حتى كيختار داك الحليب، فكيعطي واحد الخفه الكيكه. فهنا من بعد ما طربت البيض مع السكر زدت كاس ديال الزيت، وغادي نزيد كاس ديال الحليب اللي درنا ليه معلقه كبيره ديال خل اي خل عندكم. وغادي ندير هنايا واحد خمارة من 20 غرام حتى 15 حتى 20 غرام، حيت كيكة كبيرة. وغادي نزيد في الدقيق على حسب حتى يتجمع لينا الخليط مزيان. وغادي نكب في هذا المول هذا، حيت المول كبير، باش نقسمو على جوج وندخلو للفران حتى كيطيب ان شاء الله. هنا غندوزو باش نديرو الكريمة. فعندي هنايا الكريمة، فدرت جوج ساشيات ديال الكريمة، فدرت معاهم كاس كبير ديال الحليب، ودرت معاهم واحد بواطه ديال الفرماج بيض وبواطه ديال ماسكاربون. ودرت نسمت هاد الكريمه هادي بواحد معلقه ديال الزبده السبيكيلوز. ومن بعد درت واحد جوج بسكوي عادي اللي كيكون هكا رطب، فكيعطي ليه واحد المذاق زوين الكريمه. فمن بعد ما طابت الكريمه ديالنا اخواتي غادي نزولها ونخليها حتى كتبرد، ومن بعد غادي نقطعها، حيت انا عندي لاكوموند على الكيكه ديال مربعه. وما الكيكه اخرى اللي غادي ندير مدوره فغادي نديرها غير لوليداتي. الصراحه شحال هادي ما درت ليهم شي كيكه، وقلت اليوم غندير ليهم الكيكه، علاش لا. وصافي من بعد ما قسمت الكيكه على جوج، فعبرت الكيكه اللي غادي ندير مربعه، غادي الكليانه، فغادي نديرها في هذا المول هذا. ومن بعد غادي نسقيها بالحليب مع الشكلاط، كنفزقها مزيان باش كترطب لينا ديك الكيكه. ومن بعد كندير لا كريم. غادي نقادو لا كريم مزيان، ومن بعد غادي ندير عليها طبقه ثانيه ديال الكريمه. والوجه ديال ديال الكيكه فغادي الكيكه عفوا، فالوجه ديال الكيكه فغادي نردوه لتحت، ومن بعد نسقيوها حتى هي نفس الشيء. ومن بعد غادي ندير عليها لا كريم ونقادوها مزيان وندخلوها للثلاجه، ولا مزروبين عليها دخلوها المجمد حتى كتجمد مزيان. فالكيكه الثانيه غادي نديرها في المول مدور، فغادي نديرها غير بداك النصوص ديال الكيكه اللي بقات ليا، واخا ما جاتش مدوره، يعني غير دوك يعني الطروفات اللي بقاو ليا، فغادي نسقهم بحال هذا الشكل هذا ما ينضاعوش. وغادي نفزقهم حتى هما بالشكلاط والحليب. وغندير نفس الشيء، غادي ندير الكريمه، وهنايا الطبقه الثانيه اخواتي داك الكيكه اللي بقات ليا فكنفتها بحال هاد الطريقه هادي، وكنديرها بحال الكوش الثانيه، ومن بعد كندير عليها لا كريم. فكتجي رائعه هذه اخواتي بلا ما نسقيوها، حيت داك الكيكه غير داك البابه ديال الكيكه من الداخل. وصافي كنديروا الكريمه
من الفوق وندخلوها حتى هي للثلاجة حتى كتبرد وكتشبر راسها مزيان، عاد نزولوها. فهنايا انا دخلتها للمجمد واحد نص ساعة صافي حتى كنحس شبرت راسها صافي. زولتها من المول، راه كتزول بسهولة. وهنايا غادي نزينها واحد التزيين بسيط وعادي، واصلا الاخت ما بغاتش يعني شي تزيين ولا شي ديكوراسيون، فبغات شي حاجة عاديه، بغات شي حاجه سامبل، ما بغاتش شي حاجه تكون فيها الشكلاطه ولا تكون فيها داك لي بونبون ديال الولاد صغار. ولا قالت لي ديري لي شي حاجه سامبل صافي. ودرت ليها بحال هذا الشكل هذا ديال، درت ليها الكريمه، ومن بعد درت ليها البسكوي ديال اوريو والبسكوي ديال سبيكيلوز يعني من الفوق صافي. وقديتها بهذا الشكل هذا اخواتي. ومن بعد غادي ندير ليها عاوتاني غادي نغطيها بالبسكوي من الجوانب، والكيكه ديالنا تكون واجده. كتجي المنظر والمذاق ما نقول لكمش اخواتي، جات زوينه زوينه بزاف. غير خصكم تخليوها ترتاح في الثلاجه على الاقل 4 حتى ل5 ساعات، ولا مزروبين عليها ديروها واحد ساعه في الكونجيلاتور. وصافي هذه هي الكيكه ديالنا. غادي نزولها وغادي نديرها في الكرتونه ديالها، وغادي نغطي ليها ونخليها في الثلاجه. حيت هاد الكيكه هذه اخواتي درتها في الليل، الاخت بغاتها غدا في العشرة، فما ما غاديش تكون عندي الوقت، خصني ولا بد نحضرها في الليل باش تاخد الوقت ديالها تبرد وتكون زوين، يعني المذاق زوين. وصافي الكيكه الثانيه اخواتي كتشوفوا داك الباب ديال الكيكه حتى هي، فزينتها من الفوق ومن الجوانب. ومن بعد درت واحد شويه الزبده ديال سبيكيلوز، ذوبتها ودرتها بحال هكا من الفوق، عطات واحد المنظر رائع. فكما كتشوفوا اخواتي راه كيكات عاديين وبساطين وبمذاقات مختلفين، وحتى الشكل مختلف، وبعجينه وحده كريمه وحده كل شيء يعني يعني كل شيء واحد. ودرنا جوج كيكات. وهادو هما الكيكات ديالنا اخواتي. كما قلت لكم هذه درتها لوليداتي، واخرى درتها الكليونه ديالي اللي كتدي من عندي دائما، وكل مره كدي الكيكه مختلفه، بغات تذوق الكيكات كاملين. وصافي غادي نديرها ليها في الكرتونه كيف ما قلت لكم، وغادي نخليها في الثلاجه حتى للصباح ونعطيها ليها. وكانت كوموندات حتى هي البسطيله، فحتى البسطيله راه كنحضر ليها الحشوه ديالها في الليل، كندير داكشي، كنطيب الدجاج، كنطيب كل شيء. ومن بعد في الصباح غير كنوض كندي وليداتي للمدرسه. ملي كنرجع كنحضر البسطيله، يعني البسطيله دغيا دغيا راه شي حاجه ساهله، غير الحشوه اللي خصكم تحضروا قبل. فالحشوه كنحضرها في الليل، يعني البسطيله حتى الغدا عاد كنشكلها وكندخلها للفران وكنعطيها لمولاتها، كتكون باقه سخونه وطريه. وها هو الدجاج اخواتي. كما قلت لكم انا البسطيله كنديرها بالصدر ديال الدجاج. وصافي اخواتي غادي ندوز نشارك معكم واحد يعني اولا نبارطاجي معكم باش حتى نتوما تستفدوا. وان شاء الله وإلا عندكم شي حاجه بحال هكا تغلفوها. فكيف ما عقلتوا على هاد البيترين هذه اللي كنت قلت لكم في واحد الفيديو فاش درت الصباغه الصالون، قلت لكم غادي نغلفها بداك الغلاف اللي كيتباع كيغلفوا به يعني المبل الماريويات وكل شيء. فهذا هو داك اللصاقه اخواتي. فشريته من بغيكو، فيه 2 متر، كي الثمن ديالو 4 اورو 99. راه كاين البنات حتى في اكسيو، ولكن ما تقدروش تلقاوه في الابيض. كتلقاو لي كولور اخرين، يا اما لا كولور ديال هاد الفيترين اللي عندي انا، ولا لا كولور ديال العود، ولا لا كولور يعني في الكحل. ما تلقاوش لي كولور اللي نتوما بغيتو في اكسيو. ففي بغيكو
راه كاينين موجودين وكاليتي زوينه، واخا غاليين شويه الصراحه ولكن كاليتي زوين. وصافي اخواتي، هذه هي الفيترينا اللي كنت قلت لكم غادي نغلفها. انا زولت ليها اليدين ديالها. وفي الاول البنات شنو كندير؟ كنرش شويه ديال داك لو برودوي ديال الزاج. فهادشي اللي قال لينا هذا مهم، واحد السيد اللي خدام في باغيكو، فقال لينا رشوا شويه ديال داك البرودوي ديال الزاج، باش ملي غادي نلصقوا داك اللصاق وما جاش هو هذاك، اولا بغينا نقلعوه ونردوه كيتقلع بسهوله. فغترشوا غير شي حاجه خفيفه وصافي، ومن بعد غادي تلصقوه. وخصو ولا ود البنات يكونوا جوج ناس، ولكن ممكن غير واحد يدير هاد الشي هذا. فانا عندي واحد الطبله غير كنعدي بها وصافي، على ما يحلوا ايكيا نشري شي وحده اخرى، فكنت غلفتها غير بوحدي. درت لي هذاك الغلاف غير بوحدي بحال الا الطبله شريتيها جديده ومع هي راه كانت كلشي مقشره. صافي اخواتي من بعد راه غلفتها كامله. الصراحه دات لي شويه ديال واحد الساعه هكاك، وحنا كنغلفو حيت فيها بزاف ديال الحروفات، زولنا الديزاين زولنا كلشي، وردينا ليها اليدين ديالها. هانتوما اخواتي من بعد ما غلفنا الفيترينا ديالنا بحال شريتوها جديده الصراحه تبهرنا والله العظيم البنات. ما قلتش النتيجه تكون بحال هكا. ملي كتشوفي تقول لك شريتيه ديك النهار جديد جديد جديد، ما كيظهرش فيه لا ديفو لا والو. غير خصكم البنات تعرفوا كيفاش تلصقوا داك الشيء، وتعرفوا يعني تخرجوا داك الهواء اللي كيكون لداخل قبل ما تلصقوا مزيان. تبقاو تخرجوا داك الهواء باش ما يبقاش لكم داك الفقاعات لداخل، وتبقى لكم داك اللصاق منفوخ وكيظهر فيه لي ديفو. هانتوما البنات وقولوا لي الراي ديالكم. وبزاف ديال الاخوات كنعرفهم عندي في الواتساب، يعني قلت لهم وريت لهم هاد الماريو ولا الفيترينا هذه، فقالوا لي غادي نديروا نفس الشيء بالنسبه للطابلات. عندهم بزاف ديال الحاجات كيكونوا مقشرين، ولا كتكون الحاجه باقا جديده ولكن كتكون مقشره. هذا هو الحل اخواتي الصراحه. فدر الفوق درت داك، وبقى لي اخواتي هاد الكنابي هذا اللي كنت زدتو جديد كيف ما كنتو شفتوا معايا في الفيديو في الفيديو اللي كنت قلت لكم. هنا في هاد البلاصه هذه كانوا عندي داك الكنابي اللي كانوا كلشي مقشرين، راه صافي رميتهم ورديت في بلاصتهم هاد لي كنابي اللي كانوا عندي بجوج، وزدت معاهم هذا البنات اللي كنت شريته كان كيدير 200 اورو وشريته غير ب 169 اورو. وعنده داك الرجلين في العود، وحتى هو البنات غادي ندير له نفس الشيء، غادي نرد ليه الرجلين في الابيض باش يكونوا عندي لي مابل كاملين. هاد الماريو هذا اللي كنت بارطاجيته معاكم حتى هو راه كنت شريته من ايكيا هذا. وصافي اخواتي ها هو شفتوا ولا رديتوا البال هاد الكنابي هذا من بعد ما حتى هو غلفت ليه الرجلين ديالو بحال الا تقولوا شريتيه بحال هكاك البنات. شفتوه من قبل راه كان عنده الرجلين يعني في العود، ودابا رجعته في الابيض. الصراحه جا زوين مع الطبله وكل شيء. وهذا البنات راه الرجلين ديالو عنده الرجلين ديال الحديد، ولكن ماشي مشكل. راه دابا خرج لا مود كيديروا كل فوتاي في اللون يعني مختلف، كل فوتاي في اللون يعني ماشي بحال بحال. المهم البنات هادو غير نبقاو نجلسوا عليهم وناكلوا عليهم. هاد الطبله هادي غادي نزولها، غادي ندير كنستنى غير الايكيا تحل وغادي نشري واحد الطبله. ولا شفتوها راه كاينه في ايكيا في مربعه، عندها الزاج وعندها المجوره. وهاد كنوريكم هاد لا لامب هادي البنات والله هاد اللامبه هادي كنت شريتها من ليدل اللي الصراحه خرجت ليا واعره بزاف. كتدير لي كولو، وهي كتسارجي هاد لا لامب هادي البنات كديروها في الضو، ومن بعد واخا زولتو الضو كتبقى هي شاعله، وكتبقى يعني ليله كامله وهي شاعله
حتى كطفيوها بلا ما ديروها في الضو ولا والو، حيت كتصارجا والضو ديالها ماشي مجهد هكا. ملي كتكونوا كتشوفوا شي فيلم ولا بغيتو غير شي ضو يكون خفيف غادي تشعلوها. فشريتها من ليدل البنات. هاد لا لامب هادي كانت كدير 59 اورو وشريتها غير ب29 اورو. هذا هو الفيديو ديالنا اخواتي. الفيديو القصد ديالو هو الانسان يستافد، كلنا كنستافدوا مع بعضياتنا، وكنا يعني كننصحوا بعضياتنا اللي جربت شي حاجه توريها الاخرى. فهاد الشيء اللي كاين اخواتي. ان شاء الله كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله غادي نتقاسم معكم صالون مغربي اللي كنت قلت لكم ان شاء الله النهار فاش يجي ليا نتقاسم معكم. غير كندير شي تحسينات هكا وصافي. راه جا الصالون ان شاء الله في شي فيديو اخر نصوروا لكم ان شاء الله. فان شاء الله خليتكم على خير الى فيديو القادم، والسلام عليكم.